السلام عليكم. اليوم جبت لكم وصفة خفيفة ظريفة اللي هي مسكوتشو على طريقتي. تجي خفيفة ريشة وتجي بنينة. نتمنى منكم انكم تجربوها وتكتبوا لنا في التعليقات. نمروا على بركة الله الى المقادير. هنايا نحتاج 4 تاع البيض. انا هنا درت حجم عائلي، درت زوج. نتوما تنجموا ديروا واحدة كبيرة ولا تقسموهم على زوج كما انا درت. ونديروا معاها كاس تاع السكر تاع 240 مليلتر. نخلوهم في البيت يطلعوا حتى يولي الشكل تاعهم ابيض، ولا في الباتيغ تاعكم ثاني تطلعوهم حتى اللي يولي ابيض. هنايا نحتاجو نص كاس تاع حليب، نزيدو له بوط تاع يايوت، يعني علبه واحده تاع يايوت طبيعي، ونخلو على جهه ما تشوفوا. ونحتاجو نص كاس تاع زيت، يعني المقادير كامل اللي هي 4 بيض، كاس تاع سكر، نص كاس حليب، علبة تاع ياغورت طبيعي، نص كاس زيت، زوج كيسان فرينة، زوج خميرة حلويات، ووحدة تاع لافاني. ان شاء الله تكونوا فهمتوها وتلقوها في صندوق الوصف كاتبتهم. انايا بعد ما خلطت البيض مع السكر، زدت له الزيت تدريجيا. هنا المقطع تحذف لي. زدت له الزيت كي شغل على خيط، ولا تضيفيه على 3 ولا 4 تاع الدفوعات وتخلطي مليح. ومن بعد زدت الحليب وخلطت عادي كما راكم تشوفوا. هنايا غادي نضيف زوج تاع خميره حلويات، ونضيف زوج كيسان تاع فرينه. كما تشوفوا غادي نضيف الكاس الاول اللي كنت غربلتها من قبل، ونزيد لها الفرينه، ونبدا نخلط شغل كي تخدمي في الجينواز. تبغي تخلطي هكا من تحت للفوق حتى اللي يتجانس لك الخليط كامل كيما هكا. هنا انا درت لي زوج كيسان تاع فرينه، نتوما كل واحد ونوعيه تاع الفرينه اللي عنده. هنا قبل ما نبدا في الكيكه تاعنا كنت شعلت الفور تاعي وخليته يحمى على 280 درجه، ومن بعد كينا انتقله وندخل فيه المسكوتشو تاعي. هذه ما دخلت كيما هاك. نضيف الكاس الثاني ونخلط حتى اللي يتجانس لي الخليط تماما وما يبقى ليش دوك الحبيبات. حاجه يبقى لكم هذوك الحبيبات خاطش الا بقاو من بعد كي طيب لكم تبان لكم شغل هكا فرينه راها قاعده. انا نجيب مول، انا اختاريت هذا المول دائري وواحد اخر مستطيل. رشيت دهنته بالزيت ورشيتها بالفرينه. درت هذه ودرت الاخرى. نقول لكم هذه تنجموا تخدموها كشغل كيكه لاعياد الميلاد، يعني تجيكم خفيفه ريشه وشابه. دخلتها للفور كي تحمرت من تحت، شعلت عليها من الفوق. الا كان عندكم مروحه شعلوا غير من تحت، وشعلوا مروحه خلوها تطيب لكم من الفوق ومن تحت في نفس الدرجه. وهو الشكل تاعها النهائي. انا زينتها بالمربى ودرت عليها شويه مكسرات. وهذا الشكل الثاني، شوفوا كيفاش جات خفيفه هشه روعه. نتمنى منكم انكم تجربوها وتفرحوا بها وليداتكم. ما بقى لي هنا نقول لكم بالسلامه وتهلاو في رواحكم الى وصفه ثانيه ان شاء الله. الى اللقاء.